إيمانك إنك تصل لمرحلة اليقين مع الله عز وجل. شو مرحلة اليقين؟ أنه إذا أصابتك ضراء تصبر لأنك تعلم أن الله يريد أن يسمع صوتك فتقول يا رب. وإذا أصابتك سراء أن تشكر لأن الله أغدق عليك لتقول يا رب لك الحمد. وأن الله إذا منعك فإنما منعك ليعطيك ما هو أفضل فلا تعجل. وأن الله إذا عجل لك فإنما يريد أن يختبرك هل تعطي مما أعطاك الله فتعجل. وأن الله عز وجل إذ أجرى عليك قدرا معينا فإنما يريد أن يرفع لك في الدرجات فيتباهى بك أمام الملائكة. وأن الله إذا حرمك من نعمة الولد لأن الله يعلم لو أنبت لك ولدا سيكون عليك سخطة في الدنيا. وأن الله إذا أعطاك أولادا فإنما أراد أن يمتحنك هل تربي وتنتج جيلا أم أنك ستجعل منهم أرضا تبلع وأرحاما تدفع. وأن الله إذ حرمك المال لأن الله يعلم لو أعطاك المال لأطغاك فأراد الله أن يحميك كما يحمي الطبيب مريضه من السكر. وأن الله إذا أغدق عليك العطاء فلأن الله يريد أن يبتليك فينظر أتكون جسرا في الخيرات أم تكون مانعا لما أعطاك. لازم تفهم عن الله هذا اسمه اليقين. مش خلقك عشان يضرك ولا خلقك عشان يعذبك. ما هو لو ربنا خلقك عشان بس يعذبك كان قال لك السيئة بسيئة والحسنة بحسنة وانت دبر حالك. بس هو قال لك لا، قال لك السيئة بواحدة والحسنة ب10 وأزيد لك، معناته محب. ولذلك يقينك بالله عز وجل هو اللي بيسهل عليك ظروف الدنيا. إن أعطاك شكرت وإن ما حرمك صبرت. لا تسخط في الجهتين. وليس هذا إلا للمؤمن. عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. ما قالش المسلم، لأن المؤمن من وصل إلى مرحلة اليقين مع الله أن كل تصرف صادر عن الله تبارك وتعالى فإنما فيه محض مصلحة إلك قبل أن يكون له سبحانه وتعالى، فهو غني